بس لحتى ارتاح، لانه ما عم بقدر. امبارح وصلت على البيت، رجعت من انطاكيا امبارح على اسطنبول بعد 4-5 ايام هنيك، يعني ما عم بقدر نام. فبدي احكي بس لحتى ارتاح، بدي احكي لحتى بس استمد يعني شوية طاقة، ارجع بدي ارجع اروح، بدي اكمل في مليون قصة، مليون شغلة. الوضع هنيك يا جماعة كارثي، كارثي يعني بمعنى الكلمة. يعني لما دخلنا انطاكيا الساعة 4 الصبح ماشيين بالسيارة، يعني عم لهم شوفي ليش العالم هون نايمة. ما عالم نايمة، جثث على اليمين وعلى اليسار ناحية بنايات مغطينهم، بس زادين عليهم احرام. الوضع كتير صعب فوق ما عقلكم بيتصور. مدينة بكاملها نزلت على الأرض، مدينة ضخمة جدا، تعداد سكاني جدا ضخم، كله على الأرض. ناس بالشارع مجانين، جنت. الناس فقدت عقلها، فقدت كل شيء. الناس ما لا طبيعية، يعني الوضع مو طبيعي أبدا. أنا يعني الشيء اللي شفته ما بيخليني أقدر أنام. الوضع، الشيء اللي صار ما بيخليني ارتاح. قلت بدي احكي، بركي برتاح، بركي هذا الشيء بيريحني شوي، بيخليني اقدر اكمل، لانه الصراحه ما عم بقدر اكمل. يعني روحي من جوا عم تجعني، ما جسمي، روحي كلها عم تجعني من جوا. بيوم من الايام هنيك بالليل، كان شي الساعه 2 بالليل، وبرد كتير بالكراج، محل ما عم نطلع العالم كتير برد. عقلكم ما بيتصور البرد اللي هنيك كان. انا عندي مشكله بكلوي، بتصير معي رمل، يعني بيساوي لي كريزه. جتني يعني اجتني الكريزه، فرحت بس هيك اتخبى بمكان، يعني لازم اكبي يعني انزل لحتى يخف شوي الوجع. عم بينادي لي زلمه بيقول لي شيخ عمر بس تعال احكي مع ابني كثير زعلان، بس حاكي كذا كلمتين، يعني انت بتحاكيه، هو بحبك، بيتفرج عليك، بيروق شوي. قلت له ايه على عيوني يا عمو تكرم. قلت له وينه؟ فانن معدينه بقلب سياره، لانه الولد فيها مشكله برجله، هو مريض. فنحن رايحين باتجاه السياره، عم يحكي لي، قال لي قلت له شو هو، شو صاير معه؟ قال لي كان صار له الولد 3 ايام تحت الانقاض. قال لي اليوم الصبح طلعوه. قال لي لما كان تحت الانقاض كانت امه واخته الصغيره تحته، كانوا ميتين 3 ايام، هو قاعد فوق امه واخته الميتين، والولد مريض دم، وهو منصاب من تحت الانقاض. وصل على باب السياره بده يفتحه، ما عاد عرفت شو بدي اقول له. يفتح الباب ما يفتحه، ما عاد عرفت. فتح الباب، نزلت على رجلي، بوس ايده للولد، حاكي. الولد عمره 13 سنه، ماله بوعيه، مو بالدنيا. الولد كأنه مو عايش. ما عرف شو بدي اقول له، ما عرف بدي حاكي. سكتت احكي معه، شو اقول له؟ انتو قولوا لي انا شو اقول له، انا شو ساوي؟ يعني انا شلون بدي راضيه؟ هذا بشو الدنيا بدها تراضيه؟ اطلع على ورا بالسياره، لاقي لسه كمان في اخته الثانيه الصغيره، قطعه من الجنه. البنت شو طلعت فيها هيك، شو بدي احكي انا؟ شو اعمل؟ يعني شو ساوي؟ ما عرفت، بس هيك قعدت اتفرج. ما قدرت احكي معه الصراحه، يعني ما قدرت اقول له شيء. بس قمت، نسيت الكريزه، نسيت الوجع، نسيت البرد، ما عاد حسيت بشيء، ما عاد حسيت بجسمي، فقدت الوعي، ما عاد حسيت بشيء. حسيت الدنيا هيك، حسيت الدنيا كلها هيك هالقد، ولا بتسوى شيء. فعلا الدنيا ما بتسوى شيء يا جماعه. وانت بنتك سهرة كل شهر طلعنا عالم بيبعثلك بالباص، $1,500,000 مشينا الباص، مليونين فجأة وقف لك الباص. ركنت، سهرة. قلت له ليش وقفت؟ ما لقيت الا شاب عم يدق على الباب، فتح لي الباب نزلت. قلت له اخي وابنها انت لهي وين المخلوقة رايح؟ بدها قال لي ما قدرت اطلع على بنتك الباص. بدها قلت له ليش تتحكم اخي؟ يعني بجوزها معه اخوه، وسهرك مرت بدها اخوه، تتحكم اولاد، فيه. يعني والله كذا. عيب لك، حتى بالحاجة سهرة بيبعت لأبو علاء يعطي أمه. قال لي اولادي الصغار الاثنين تحت الانقاض لساتهم. قال لي لما مشي الباص حسيتهم عم ينادوا لي. قال لي ما قدرت بيبعت يعطي اتركهم. أمه. قال لي بدي اروح كل شهر طلعهم. بيبعت بياخذ من عند أم علاء مصروف أمه. قعدت اقنعه انه لا خلص اطلع، يعني ما رضي. جدي روح معه، هرب، ما عاد لحقته، ركض راح فات بين الانقاض في بين البنايات، ما عاد لحقته. ما رضي، حاولت اقنعه كثير. احنا على منطقة ننزل منها سوريين، يعني هي المنطقة الوحيدة اللي بيجي فيها سوريين بكمية منيحة. لحبوس ايديهم، لحبوس رجليهم، ما بدهم يطلعوا. هذا اللي اولاده تحت الانقاض، هذا اللي امه، هذا اللي اخته. ما رضيوا. يعني حاولت معهم يعني بشتى الوسائل، ما رضيوا. اللي متأكد انه هن اساسا توفوا، بس هو ما بده.
اللي بس بده مثلا يعني جثة ابنه اهله بس بده ياخذها يدفنها، يعني ما في، يعني لهالدرجة الوضع كارثي انه ما في حدا ياخذ له اياها، يعني عرفتوا شلون؟ ما في حدا يطلع له اياها، يعني الموضوع مدينة بكاملها مدمرة، يعني كل بناية بدها آلية، كل بناية بدها فريق انقاذ، يعني بدها جيش العالم كله يتدخل لحتى يلحق لكل هذا الكمية، ما عاد تضيع اكثر من 35 ضيعة على الارض، يعني عم يحاولوا يوصلوا لهم، عم يحاولوا يعملوا كل شيء، ما عم يلحقوا، يعني انتم مالكم متخيلين، ما عم يلحقوا، منهارين، فرق الانقاذ منهارة، الاليات منهارة، الناس منهارة هنيك، يعني عم نحاول نتعامل مع الناس بطريقة قدر الامكان، يعني نحاول نساعدهم، عم يهجموا علينا، في عالم عم تهجم علينا، يعني احنا عم نساعد، عم تهجم علينا، يعني ما له بوعيه، يعني شو بدنا نقول له، يعني فائد الوعي تبعه، يعني مخه مو معه، عرفتوا شلون؟ فشو بدنا نساوي، يعني شو بدنا نقول له؟ عم نطلع نجيب ناس من فوق من الضيعة، من الاماكن المقطوعه اللي ما حدا بيقدر يوصل لها، مثلا بنصف السياره بمكان بنفوت بين الانقاض بنحملهم بنجيبهم. اعطونا رقم شخص حكينا معه، هذا الشخص عنده عائله، كان علقان بمنطقه، يعني معه عدد من العائله، يعني مرته، اخت مرته، وعنده 4 5 بنات. فقلت له اخي احنا حنطلع نجيبكم، انتم جاهزين؟ مرته واخت مرته وهدول البنات ما لهم عايشين، طلع بدنا نجيبهم جثث، يعني بس طلع بده ياخذهم على المقبره، صار له مطلعهم يوم كامل واقف، ما حدا عم يجي ياخذه، بمكان مقطوع ما في حدا يساعده، طلعوا كلهم جثث، طلع بدهم بس مين ينقلهم، بدهم مين ياخذهم. بابا حق انت ابوي الوضع يعني عائلكم ما بيتصوروا، كثير صعب. امبارح بالليل الشيء اللي شفته عم يخليني نام، ما في اي شيء عندي عالم، سيف عمر هدول راحوا اهلهم، هذا الولد بلا اهل، هذا الولد بلا ام، هذا الولد بلا ام واب، هذا ما بنعرف عنه شيء، هذا شو بدنا نساوي؟ انا ما قدرت احمل كل الحمل، يعني ما قدرت، صعب. هي هذيك البنت وهذيك يعني مع بعض الحمل كثير كبير، كثير 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 فوق ما عقلكم بيتصور. بترجاكم يعني اي حدا قادر يساعد، اي حدا قادر يسكن عيلة عنده يسكن، اي حدا قادر يدعم باي شيء يدعمهم، اي حدا اليوم من السوريين موجودين بتركيا قادر يتحرك، اللي عنده سيارة يتحرك، يا جماعة الدنيا صغيرة، يلي باعت سيارات لهنيك ليتاجر بالناس ويستغل الناس، فكر غير هيك يا اخي، فكر غير هيك، فكر حط حالك محلهم لو للحظة، فكر بناس طلع من بيته غير انه عنده عيلة تحت الانقاض، طلع ما معه شيء، لا هوية لا باسبور لا مصاري، ما معه شيء، فكر محله، كون محله لو للحظة، الله يكرمك، الله يكرمك، لا تفكر بالمصاري، الله يكرمك، لا تفكر انك تبعت سيارة لهنيك للتاجر بالناس، الناس وضعها كتير صعب. بترجاكم اي حدا فيكم يحط حاله محل الناس، الله لا يحطكم، بس حط حالك بعقلك، بس بعقلك فكر لو للحظة انك محلهم، صدق لتشوف الدنيا رخيصة، لتشوف الحياة رخيصة، لتشوف اي شيء بالدنيا ما بيستاهل قدام هذا الوجع اللي عم يعيشوه. بتمنى انه الكل يروح يساعد، بتمنى انه الكل يروح يتحرك، معك شوية مصاري قادر تعيش فيهم، اترك شغلك وروح ساعد، بترجاكم روحوا ساعدوا بأي شيء، أمنوا لهم سكن، أمنوا لهم أي شيء، أمنوا لهم أكل شرب طراحة فرشة، أي شيء اعملوه. انتوا الناس، أنا معي مصاري، الناس مثلا عم تحول مصاري، صدقوني مصاري عم تعمل المصاري، بس المصاري لسه ما بتعمل شيء، يعني صدقوني قدام الكارثة ما عم تعمل شيء، يعني في أمور ما عم تنحل بالمصاري، في أمور بدها حلول إلهية، يعني حل المصاري ما بيعمل شيء بالنسبة لهي الأمور. فبترجاكم كل الناس تتحرك، كل الناس تعمل شيء. أنا مالي قادر أحكي لكم كل شيء شفتوا، المقابر اللي عاملينها الجماعية، اللي مو معروف هذا مين أهله، اللي مو معروف مين هو، العيال اللي راحت
بكاملها اللي ما عم نقدر نوصل لقرايبينا نقول لهم انه انتم عيلتكم هون اندفنت هون، ما عم نقدر نعرف هذا من بيت مين، هذا شو اسمه، ما في هويه، ما في باسبور، ما في شيء يدل على اسمه للشخص، لا ما بدي ضل قاعد شكله ما هنا هيك مبين على لحتى نصوره ونقول هذا الشخص مين بيعرفه بس مين بيقربه. أنا قعدت بالصالون. فوق وضع كثير المزرعة. قاسي يا جماعة. أنا هلا بدي أرجع أنا بدي أقعد هون اليوم بالمطبخ. أنا وضع كنت بدي أرجع، بس حبيت أحكي لحتى شوي أرتاح، لحتى بس أفرغ شوي. رجعت بس لحتى أحمل شوية طاقة. دمرنا الصراحة. أنا مالي تعبان، جسمي مو تعبان، اللي تعبان روحي، تعبت قلبي، هذا عقلي تعب هون، ما عم بشعر، حيطق حيفجر، هذا المكان براسي حيفجر. الله يخليكم، الله يخليكم، أي حدا قادر يساعد يساعد، أي حدا قادر يتدخل يتدخل، أي حدا قادر يتحرك يتحرك. مأساة يعني كارثية كارثية، لحد هاللحظة عم يطلع ناس من تحت الأنقاض عايشة. منطقة بكاملها لما عم يطلع فيها ولد من تحت الأنقاض عايش عم يخلي كل الناس بهالمنطقة ما تروح. يعني نحن بنسهل الناس بهالمنطقة انه تعالوا نوديكم لهذا المكان بس نطلعكم. بتعرفوا ليش ما نطلعون؟ لسه في هزة، لسه عم يهز المكان. مكان كل ساعتين ثلاثة عم يعمل هيك، عم يعمل فينا. الأرض هيك عم تفلع، الأرض عم تميل، عم تسحط. حتى السيارة معنا نجي نصفها هون، بيجوا مثلا الجندرمة القوات الخاصة أخي بعد السيارة من هون، الأرض هون عم تشق، هون الأرض عم تنزاح من محلها. فنحن لهيك بدنا نطلعهم لحتى نحافظ على اللي عايشين. لما عم يشوفوا ولد طلع عايش بعد 159 ساعة، بعد 6 أيام، بعد 5 أيام، ما عم يرضوا. لا ما عم يرضوا يا أخي، ما حدا عم يرضى يروح. عم يقول لك أنا أولادي تحت، أنا أمي تحت، أنا لا بدي طلعها، أنا بدي ضل نايم هون، ما فيني أتركهم. أنتم بتعرفوا وين نايمين؟ نايمين بالشارع، واقفين قدام البناية بالشارع قاعدين. حتى لو عم تعطيهم شيء هن مخهم مو معهم. نحن أساسا مخنا مو معنا، لا مخنا لأكل، لا مخنا لشرب، لا مخنا لبرد، لا مخنا لنومة، لا مخنا موجود لشيء. نسينا الأكل، نسينا الشرب، ما عاد ركزنا بشيء، ما فقدنا تركيزنا بكل شيء. ما حسيت قديش أنا كثير الله يخليكم، حاولوا تساعدوا الناس بأي شكل. يعني بتمنى اي حدا سوري باي مدينه اليوم تركيا، بسوريا، باي مدينه بسوريا، الله يخليكم تحركوا. على حلب، على اللاذقيه، على شمال سوريا تحركوا، على بتركيا تحركوا. عندي كومة ناس محطوطه بمرسين، عندي كومة ناس ببورصه. للي هنيك يتحركوا يحاولوا يساعدوا. بعرف ما عم تقصروا، بس حاولوا تعملوا اي شيء قدر المستطاع. استنزف كل وقتك، كل وقتك استنزف وقتك كله لحتى تقدر بس نحل هذا الشيء، نحل هي المشكلة. ان شاء الله يا رب تنزاح هذا الهم. الله وكيلكم عم بطلع على الباص لما الناس عم تمشي، كل باص طلع وقفت حاكيتهم، قلت لهم يا جماعه بس ركزوا معي دقيقه، قلت لهم هذا الوقت رح يمرق، قلت لهم بس افهموا، بس ركزوا، قلت لهم انا بعرف مصابكم كبير بس هذا الوقت صدقوني رح يمرق، ما حيضل. هذا الوقت الصعب حيمرق عليكم، ما حيضل، لا تقلقوا. هذا الوقت ان شاء الله حيروح، حيمرق. انا حكيت وصورت هذا الفيديو بس لحتى يعني ارتاح شوي، لانه روحي تعبت، قلبي تعب. الله يخليكم، انا بعرف انتم ما بتقصروا، نحن شعب واحد. وحتى من هون كمان بناشد كل الشعوب العربيه، اللي قادر يسافر يجي على تركيا يسافر، لا تخاف، ما حيصير عليك شيء، اللي كاتبه الله بده يصير، ما حدا يخاف. يلي خايف كمان لا تخاف، اللي كاتبه الله بده يصير. نحن برغم كل شيء صار وصلنا للحظات انه تعالوا نمشي نطلع من هون، الوضع كارثي، الوضع ممكن باي لحظه يصير شيء. بس نظره ولد بعيني اللي عود لا تتحرك، عود لا تتحرك، طلع كل الناس، لا تتحرك من هون، لا تضل هون، لا تتحرك قصدي من هون، لازم تطلع كل الناس. الله يكرمكم، حاولوا تعملوا اي شيء، حاولوا تعملوا اي شيء يا جماعه. يا ريت الكل يتحرك، يا ريت الكل يتحرك.